زي ما انتم شايفين مشروب دافي اهوت عشان السقعة. مشروب جميل جدا جدا. نخش معاه الحلقة. مشروب جديد هتعرفوه وتجربوه وتعملوه وتدعولي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة تنحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، اللهم آمين يا رب العالمين. النهارده هنعمل مشروب سخن كده علشان خاطر طبعا السقعة والشتاء بيبقى مطلوب المشاريب الدافية ديت. فالنهارده هنعمل مشروب جديد أول مرة أعمله، اسمه هوت سيدر. فعبارة عن عصير تفاح اهوت وقرفة خشب زي ما انتم شايفين. دي المكونات بتاعته. طبعا عايزه يعني تخليه مسكر اكتر من كده حطي له عسل ابيض، حطي له سكر براحتك، لكن هو احنا هنكتفي بالسكر اللي في اللي في العصير. هنروح دلوقتي على البوتاجاز ونشوف الخطوات مع بعض. دلوقتي احنا هنعمل كوبايتين. هنعاير طبعا اهوت العصير. هنحط دلوقتي اول كوبايه عايرنا. هنعمل كوبايتين زي ما قلت اهو. اول كوبايه اهوت بنعاير طبعا علشان خاطر ما تعمليش كتير ويتركن. كل حاجه بتعمليها صبحه بتبقى طعمها طبعا جميل عن ما نعمله ونتركه وبعد كده نسخن. لا، طازه بطازه احسن اهو. هنروح بقى دلوقتي بالبراد على النار ونحطه على النار. هناخد بقى القرفه طبعا علشان خاطر من يعني اهوت زي ما انت شايفه كده اهو. لو انت عندك براد مش مفهوش المصفى ديت عادي حطي القرفه برضو مع العصير من غير المصفى ديت، وحطه بقى على النار يغلي. دلوقتي هنشيل المصفى احسن ونحط اهوت العيدان القرفه في قلب العصير نفسه اهوت علشان خاطر يخرط يعني. دلوقتي اهوت على النار، ولما يكون براد بايركس زي دوت كده ما يستحسن ما نعليش النار عليه، على نار متوسطه او اقل من المتوسطه علشان خاطر ما يجربلوش حاجه يعني. هو دلوقتي غلى معانا اهوت. هنسيبه كده فريد مستعجل وعاوز يشرب، عماله اسكته مش راضي يسكت بقى. استحملوه بقى معلش. فزي ما انتم شايفين اهوت بيغلي. هسيبه يغلي دقيقه واحده كده يعني يخرط بس القرفه مع العصير، وبعد كده نصبه في الاكواب. خلاص كده قاعد يغلي اهوت دقيقه متواصله. فانا خلاص هنطفي بقى عليه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين اهوت زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا عيدان القرفه في قلبي اهوت كده وكده يبقى الفيديو بتاعنا كده النهارده انتهى. فيديو خفيف خالص جدا اهوت. مشروب ساقع بنحوله لمشروب سخن عشان طبعا الساقعه اللي احنا فيها ديت. ويا رب يكون الحلقه عجبتكم. حلقه خفيفه ظريفه، مشروب جديد. اتمنى ان انتوا لما تعملوه يعجبكم. مع الف سلامه.